الذين يريدون أن يتخذوا من تصويت الشعب حصان طروادة، لو شوفال دو تروي كما يقولون، من أجل الوصول إلى الصندوق ومن أجل تزكية مشروع السلطة الذي نادت به طويلا. دعني أكمل في لفتة بسيطة لو تكرمت أخي عثمان وأختم تفضلا منك وتكرما. قلت بخصوص الثورات العربية، إذا السؤال الذي ينبغي لنا أن نطرحه هو ما الذي حققته العشرية السوداء؟ لم تحقق شيئا سوى خروجنا من شرنقة معينة إلى شرنقة الفساد الإداري والفساد المالي الذي نخر البلد، كان ينخر السوس الخشب. اللفتة الثانية التي أردت أن أنبه إليها وأن أشيد بها وبها أختي إن شاء الله، هي أن المتتبع للثورات حديثا صحيح أنه يرى حراكا في مصر، في ليبيا، في سوريا، فيما إلى ذلك. هذا الحراك قد يكون ظاهرة مرضية أكثر منه ظاهرة صحية، لكن أقول بما تيسر من تقدير وما تقدر من تيسير أخي عثمان أن هذا الحراك أنا شخصيا أراه حراكا طبيعيا. هل يظن الناس على أنهم بمجرد حدوث الثورة سيدخلون إلى جنات النعيم؟ لابد من المرور بمرحلة تمحيصية، مرحلة انتقالية، من بيريود ترانزيتوار. لابد من المرور بالمرحلة الانتقالية، والمرحلة الانتقالية يحدث فيها هذا الذي حدث. نعم قلت لك نعم. الذي حدث في مصر أخي عثمان لا ينبغي لنا من أن نعيب. الذي حدث في مصر ثورة حقيقية عملاقة بكل المقاييس. الثورة الحقيقية ثورة حقيقية لماذا؟ الثورة التي أطاحت بالرئيس بعدما كان على كرسي العرش وجد نفسه وراء القضبان. الثورة التي كانت هذه الثورة التي أطاحت بعقود مع إسرائيل التي كان يباع لها النفط بأثمان زهيدة في الوقت الذي كان الشعب المصري يتضبع ويبحث عن قارورة الغاز بشق الأنفس. أليست هذه ثورة حقيقية؟ الثورة الحقيقية التي أوصلت أناس أرادهم الناس أن يصلوا إلى قبة البرلمان، وهؤلاء الذين أرادوا أن يحجبوا الثقة عن الحكومة، حكومة الجنزوري، وصار يحسب للناس في ميدان التحرير ألف حساب. صارت السلطة العسكرية. نعم أخي أبو دعاء، نكتفي بهذا القدر. أنا أشكرك على تدخلك الثمين الليلة. أعطي الكلمة الآن لسليم. تفضل أخ سليم. أخ سليم من الجزائر. أخ سليم من الجزائر. إذا تفضل. نعم تفضل. أنا وحدة يعني نعترض واش كان يقول في يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. أنا معارض 100%. يا ريت تذكريني بالاسم، الله يرضى عليك، ذكريني بالاسم. أم سليم من الجزائر. أم سليم من الجزائر، تفضلي. الأخ قلت لك باللي يعني معارضة في يد الرئيس بوتفليقة واش كان يحكي لنا اليوم. نعم. يعني خطوة كان يكذب ويقول لنا باللي ندلكم ونعمل ونصنع حتى حاجة ما درت في البلاد. نعم. فهمت؟ نعم اسمع فيك. يعني في بالخادم هذا وكيل يقولوا له وغول، يعني هذه اللي ما داروا حتى حاجة في البلاد، ولو ان اليوم بوتفليقة باش حنايا كي ولنا بوتفليقة يعني باش نصوتوا على هذا كما يقول لك حتى قدرت الكلاب تاوعوا. فهمتني؟ نعم. يعني بوتفليقة هذا ما داروا حتى حاجة في البلاد. فهمني واش درنا الحقرة والشعب تاعنا راه ضايع. انا وحده من الناس كون تجوا تشوفوا كيما راني نهضر معاك انا تاكلنيش نعطي اطرافي بيت وحده. فهمني يا خويا عزيز، قولي باك هذه الهضره ولا هذه والحقره اللي راهي في بلادنا. بوتفليقه والو، هو كيما يقول لك فرنسا صح راحت خرجت من البلاد بصح خلات ولادها. خلات ولادها خلاتهم. سمعت يا الاخ عثمان؟ نعم سليم. نعم. هو اليوم في مدينة الصيف قال سكننا الناس وعالجنا الناس. ما عالج والو. شوف غير الحصه اللي كنت نتبع فيها تعني نفس نعم. انا كي كنت نشوف فيها ذيك الحصه على ذاك الدموع يعني اللي حطوا وحدهم. انا كنت حاسه بان هذو الناس كان بوتفليقة ضيعهم. الشعب تاعنا جيعان عريان يعني مشتت. كي
لماذا تنهض لنا هذيك هيلاري كلينتون وانت تدير في بلادنا وهي تدمر في الشعب تاعنا، تدمر في فلسطين، تدمر في العراق، هو جا يرحب بها ويحط لها في البوكي تاع النوار. ولازم تدي شكاره تاع دراهم باش تفلا خليكه باش يشوفوا السلاح يبعثوها لفلسطين بداو يقتلوا فيهم. نعم. بوتفليقه حاشاك وحاشا قدرك هو الكذب الكبير. لا 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 يا أم سليم، لا يا أم سليم، أنا لا أوافق إطلاقا على هذا الوصف للسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ونحن في حل من هذه الأوصاف. رجائي العميق للإخوة المتصلين والذين يريدون الاتصال بنا أن يتجنبوا السب والشتم وأن يعبروا عن آرائهم وعما تختلج صدورهم بكل ما يريدون، لكن أريد منهم فقط رجاء أخويا خالصا أن يبتعدوا كل بعد عن التهم وكيلها يمنة ويسرى لهؤلاء المسؤولين. أعيد الكلمة لعبد الله الآن. طب أخي عبد الله بن خليفة. طيب بن خليفة الآن من السلام عليكم. حياك الله أخي عثمان. أهلا وسهلا أخي، تفضل. معك بن خليفة جزائري ساكن في المدينة المنورة. أهلا وسهلا بن خليفة، تفضل أخي. حياك الله أخي عثمان. تحياتي إلى كل طاقم المغاربية. أخي عثمان، أنا ما راح أسب بوتفليقة ولا أسب رئيس، أنا أريد أن أسأل سؤال كجزائري حر. ماذا جنى بوتفليقة للجزائر؟ من الناحية الاجتماعية دمر المجتمع بقانون الأسرة، أنا راني متضرر منه، أنا اليوم أنا مصاب بالسكري، اليوم أنا متضرر منه. ماذا جانا من ناحية قانون الأسرة؟ بهدل فينا رجع الراجل يخاف من المرأة، رجع الجزائري حطها في الحضيض يا شيخ. هذا من الناحية الاجتماعية. من الناحية الاقتصادية ماذا جانا بوتفليقة للجزائر؟ مارشال بعد الحرب العالمية الثانية حينما دمر هتلر أوروبا، سن مارشال قانون مارشال لإعادة إعمار أوروبا ب 300 مليار دولار، فأعيد إعمار أوروبا. فانظر كيف صارت الحين أوروبا الحين منذ أول عهدة وثاني عهدة وثالث عهدة، هذه أكثر من تريليون، أكثر من 1000 مليار. أين ذهبت ملايير؟ أنا كجزائري من حقي، هذا من ناحية اجتماعية بتدمر المجتمع. من قانون الأسرة، من ناحية الانحلال الخلقي لم يبلغ ذروته مثل الوقت الحالي. الجزائر الحين تعيش انحلال خلقي لم تشهده منذ أن تأسس هذا الشعب فوق الأرض. المخدرات، أنا كجزائري وكبرت وترعات في الجزائر، كان إذا مسك 3 كيلو أو 10 كيلو الجزائر كانت ما بها. الحين بالأضمان، مخدرات الأضمان، صار الخمور أغلى من مشروب كوكاكولا. هذه من الناحية الاجتماعية. من الناحية الاقتصادية أين فلوس الجزائر؟ أنا كجزائري من حقي أن أسأل أين ذهبت فلوس الجزائر؟ من نصب خالد تومي التي ترمي بفلوس الجزائر ملايير تاع المهرج الإفريقي، الرويال يرمى بالمزابل، والجزائري يأكل من المزابل، يأتي إفريقي أسود يأكل ما يحبش الرويال الجمبري، الرويال الملكي ماتوا أتمايل يا أخي عثمان. نعم يا بن خليفة. أنا ما أسف، أنا أحلل. من الناحية الاجتماعية بوتفليقة دمر الجزائر. من الناحية السياسية نظام متعفن يا أخي. أنا سلفي وحافظ كتاب الله وعندي شهادة من الحرم، وأنا أعرف بأنه وجود طاعة ولي الأمر، ولكن يا شيخ هذا فات الحدود، هذا دمر الشعب يا شيخ. من الناحية الاقتصادية شوف المجتمع الجزائري راه يستثمر المزابل، الشباب راه يرمي نفسه في قوارب الموت. يا أخي أنا حضرت قبل أيام أقسم لك بالله وأنا حافظ كتاب الله، قبل أيام نشرت أن عجوز أتت عمرها هون فأصابتها جفاء أكثر من شهرين. مشيت قلت لها روح أشوف هذه العجوز الجزائرية. أنت معي يا أخي عثمان؟ نعم نسمع فيك أخي. نعم. حين دخلت استقبلني مدير أحد الاستقبال فقال لي أنا أتأسف للدول العربية، أقسم بالله سأحاسب على هذا الكلام. قال لي أتونا مرضى من كازاخستان، دولة فقيرة صوفيا. قال لي يومين حكومته مصرت طائرة إخلاء طبي. الحين هذه العجوز ما يترمى، راهي ترمى مرمية، ولا واحد قال عليها هو كانوا قد تكلم. يا أخي من الناحية الاقتصادية إلى أين الجزائر؟ من الناحية الأخلاقية مجتمع مدمر. من الناحية السياسية نظام يفرض أنفاسه ويريد أن يحكمنا بالقوة يا شيخ. اتقوا الله. بوتفليقة ماذا تريد من الشعب الجزائري؟ أنا ما أسبه، ولكن حاكم ظالم. أنا سوف أحاكمه، سوف أمام الله سأقتص منه، أمام الله
طيب ابن خليفة، يا ابن خليفة أشكرك جزيل الشكر، أنت تعبر فعلا عن معاناة عشتها وعاشها غيرك. وقد سبقك في الحديث أخ عزيز أيضا اتصل وتكلم عن وفاة ابنه في معاناة كبيرة عندما نقله إلى الجزائر العاصمة من أجل زيارة المستشفى هناك. أشكرك أيضا أخ بن خليفة. أعود الآن إلى عبد الله. أخ عبد الله، تفضل أخي عبد الله من غليزان. معك هناء من أم البواقي. هناء، أي تفضلي هناء، لم يبلغني أن هناء في الانتظار. تفضلي أخت هناء. مساء الخير. مساء النور، تفضلي. مساء الخير، مساء الصدق ومساء الحرية. شكرا. أول حاجة حابة نقولها، أنا عندي تدخل، ولكن تدخل هذا تاعي عبارة عن جمل بعد ما شفت الخطاب عشية. حبيت نرجو من المتخصصين في المجال أنه يقرأوا لنا بين سطور فقط قراءة سياسية، هكذا ممكن يفيدونا أكثر. نعم. فقط رئيس الجمهورية في خطابه عشية اليوم قال إن الانتخابات ليست كغيرها. طيب هكذا قال. نعم. انتخابات ليست كغيرها، يعني في اعتراف مباشر أنه كان في تزوير في الانتخابات الأخرى. صحيح. نعم. قال انتمائي واضح ولا غبار عليه. نعم تفضلي. تفضلي أختنا واصلي. قال جيل ثورة أدى أمانته والباقي على الشباب. وقال عاش من عرف قدر، لا أعرف هذا المثل لمن موجه. عاش من عرف قدر، نظن باللي المعارضين هو مفهوم. نعم. وقال انه المصالحة الوطنية راح تكون اعمق، ميثاق المصالحة الوطنية راح يكون اعمق بعد الانتخابات. خلينا ننتظر حتى 2012 لنقول اعمق سيدي الرئيس. هذا هو الشيء الايجابي. الذين استمعوا لخطابه اليوم يقولوا فقط هذه الجملة الايجابية الوحيدة، وهي أن الدولة ماضية نحو تعميق المصالحة. يعني بعد هذه السنين العجاف كلها عرفوا أن المصالحة التي قاموا بها ناقصة وليست كاملة. ولكن أخ عثمان ننتظر حتى 2012 حتى نقول أعمق ميثاق المصالحة الوطنية شحال عنده. فعلا، ولكن هذا سؤال مطروح أيضا. نعم. استخدام عبارة الشعب العظيم، يعني كما يقولوا يعني بالدارجة تاعنا، يعني هم يضحك وهم يبكي فعلا. يعني بماذا تذكرك عبارة الشعب العظيم أخ عثمان؟ أنا فعلا ذكرتني بخطاب مبارك. الشعب العظيم استعملت إلا في الخطابات الأخيرة يعني عادة. نعم يا أختنا. طيب بالنسبة لخطاب الرئيس بوتفليقة، الهدف الأسمى منه هو محاولة إرجاع الشعب نحو التفكير في هذه الانتخابات والذهاب لهذه المراكز يوم الخميس. هذا هو الهدف الأسمى، ليس 8 مايو ولا شيء. ما رأيك؟ يا أخي أنا ما فهمتش 8 مايو يعني حاجة 8 مايو طبعا يوم يعني إحنا على بالنا في قيمته نعرفوه، لكن 8 مايو يعني ولا مرة الجزائر احتفلت ب 8 مايو بهذه الطريقة هذه أولا. وما نظنش باللي مجازر 8 مايو في 2000 مجازر 8 مايو الدامية نستقبلوها بالغناء وبالفنانين وباليوم. أنا شفت اليوم يوم مفتوح حقيقة، اليوم يوم مباشر مفتوح كوكتيل تقدر تقول أخ عثمان. نعم. إنه كوكتيل دخلوا لنا مجازر 8 مايو في أم درمان في الانتخاب، راهم دوخونا أكثر ما رانا دايخين. ما فهمناش اليوم مفتوح كوكتيل أم درمان رياضة سياسة. لا نفهم فعلا يعني اليوم مفتوح هذا في القناة الجزائرية لماذا؟ فقط يعني إذا كان ما عندكش أي سؤال لي أخ عثمان حابة نخلي المجال فقط لا فقط أنا يعني حبيت نعرف، طالما حبيت نعرف فقط إذا كان أنت طبعا على كل حال عندك احتكاك يومي بالناس هناك، هل هناك تغيير في اللحظات الأخيرة في الساعات الأخيرة من أجل الذهاب لمراكز الانتخاب أو المضي في المقاطعة؟ يعني قصدك بعد خطاب رئيس الجمهورية أو أي نعم. نعم. هذا اجتهدوه أخي إنه ما نظنش أخي إنه في أي جديد، يعني الشعب أصبح واعي على هذه الخطابات، يعني حقيقة لا أدري. فقط أنا ما فهمتش قناة الوطنية تاعنا علاش راهي تقارن. كاين صحفيين عندنا يقولوا باللي إن شاء الله 10 يوم 10 مايو الانتخاب راح يكون إن شاء الله نفس الحدث تاع أم درمان. ما نظنش كاين وجه مقارنة، يعني
كيف أم درمان حدث رياضي، هذاك حدث سياسي. صحيح. يعني لماذا لا نفصل بين حاولوا نلعبوا على العاطفة على الشعب الجزائري. صحيح. الشعب الجزائري طلب على خير برك، حابة نطلب من الشعب الجزائري انه يكون واعي ولا تتلو عليه هذه التأثيرات واللعب على العواطف، وأن لا يسمح بأن يصنف في خانة الشعوب الجاهلة والغبية لأنه أسمى من هذا. تحية الجزائر. شكرا يا هنا، فقط مثل ما قلت أنت، هذا مثل ما يقول علماؤنا في الفقه، هذا قياس مع الفارق. شو جاب حدث اللي شهدته أم درمان لتاع كورة فقط لتأهل الجزائر لكأس العالم، مع هذا الحدث اللي تشهده الآن، في فرق كبير جدا. إذا أعود الآن إلى عبد الله من غليزان. أخ عبد الله، طولنا عليه شوي. عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخي عبد الله تفضل. معك الأخ عبد الله بن نعوم من غليزان. أهلا وسهلا بك وبناس غليزان جميعا. وبك أهلا أخي. على كل حال، إذا تحدثنا على الخطاب تاع السيد بوتفليقة، نعم، أنا أعتقد أنه هذا خطاب نعي للنظام. نظن لما قال جيلي طاب جنانه، أعتقد أنه يقر بأن النظام هذا سيطاب جنانه نهائيا. وبالتالي أعتقد أن هذه الانتخابات الأخيرة في هذا المسار تاع هذا النظام، وهي المسمار الأخير اللي يدق في نعشه إن شاء الله. ونظن أن هذه الانتخابات كما كان أحد الإخوة السابقين ذكرنا بانتخاب بخطاب لا مبارك على كل حال، وكان خطاب آخر خطاب للنظام المصري الزائل. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الخطاب هو خطاب نعي للنظام، والانتخابات هذه ستفرز برلمان يشبه برلمان مصر اللي كان يعتمد، هم يقولوا رجال أعمال وإحنا رانا نقولوا الشخارة فقط. إذا بالنسبة للانتخابات هذه أعتقد أنها مفصلية وتكون ما بعدها وعليها إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا، كاين مسألة ربما مثل ما يقال بالقاعدة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أعتقد على كل حال أنه حان الوقت باش نتحدثوا على السيد بوتفليقة. كنا سنوات منذ 2000 نتفاداو الحديث عن الأمر، كنا نعرفوا الحقائق في عمقها الداخل، ونعرفوا ماناش نتكلموا تحليل، نتكلموا على معلومات وأمور رسمية كانت تدور ما قبل ما تجي بوتفليقة. إذا بوتفليقة حان الوقت باش نتكلموا عليه. وأنا الآن أريد أن أوجه كلامي أيضا للشباب حتى يفهمونا وما نوقعوش في غلط، لأن فعلا الشباب وما بعد 2000 فتن بالمشاريع الزائفة اللي طرحتها المخابرات والمؤسسة المخابراتية اللي هي العلبة السوداء. وما بوتفليقة إلا الواجهة التي كانت تقود كل هذا المسار. واليوم احنا يفترض على كل حال لو كان الدولة جهة الدولة الجزائرية في مؤسساتها، نحن الآن في حالة شغور دستوريا، لأن الرئيس أو الرجل الذي يقود هذا المنصب أعتقد أنه أصبح غير قادر على أداء مهامه. والصورة اللي قدامكم الآن تدل على، وإحنا على كل حال ندعو الله الشفاء لكل مؤمن، لكن أن يصلح أن يقود أمة يا أخي هذا يطرح عليه السؤال. وإحنا نتعامل بالعقود، عقد الاجتماعي هو اللي يجمعنا. إذا السيد بوتفليقة لم يدخل علينا من الباب، وإنما دخل من النافذة من أول يوم. نعم. الانتخابات كانت مزورة لصالحه في 99، وبالتالي لم يدخل بطريقة شرعية ولا شرعية له من أول يوم. إذا نقولها هكذا حقيقة لابد أن يعلمها الجميع. هم قالوا عنه إنه مرشح الإجماع. هو مرشح العسكر. في الأول قالوا إنه مرشح الإجماع. أخي عثمان، نعم. نحن نعرف أنه عندما ترشح ليلة إعلان ترشح السيد طالب الإبراهيمي، أنا سمعت من جنرالات يقولون قطعوا في يوم العطلة تاعهم من وهران وعادوا إلى الجزائر العاصمة مباشرة، وقالوا لناس نعرفهم شخصيا مثل ما أراك، قالوا بأنكم طعنتمونا بالظهر. كيف يترشح
السيد طالب الإبراهيمي، وبالتالي اعتبروها طعنة لمرشح العسكر وليس مرشح الإجماع. المرشح الإجماع ما كانش موجود في ذلك الوقت. حشاني ربي يرحمه لما قتل لأنه رفض مرشح الإجماع مثل ما يقولون، وهذا هو السبب الذي أدى إلى اغتياله. إذا هذا كلام يطول على كل حال الحديث فيه. نعم. الآن أنا أقول هذه بداية سنتكلم عنها، ولأن لها ما عليها من حقائق ومعلومات رسمية أنا مسؤول عنها أمام الله. إذا هذا أولا. بالنسبة للشباب، أنا أعذر الشباب لأنهم ربما الآن يفترض أنهم هم اللي يقودوا التغيير، وأنهم هم اللي يكونوا في المقام الأول لأي تغيير غادي يكون في هذا البلاد. وطبعا يعني الصورة الإعلامية من 1990 اللي صنعها النظام هذا المخابراتي، صنعها مباشرة وأعطى صورة إعلامية للناس معينين، وكان يقود، هو الذي كان يقود الإجرام مباشرة. وبالتالي الشباب لا يعرفون الحقيقة. لابد كان علينا من سنوات ومن عقود أن لا ننقطع عن الناس وعن خاصة الشباب اليوم الآن يفترض أنهم يقودوا التغيير. إذا الشعب الجزائري ليس أقل شأنا من الشعوب العربية في أن يعيش حرا ويعيش في حرية. إذا المثال التونسي والمثال المصري والمثال اليمني، طبعا الشباب هم الذين قادوا. وأنا الآن أقول أن كل القوى السياسية التقليدية عجزت عن تغيير هذا النظام. إذا المرحلة المقبلة فهي في يد الشباب الذين سيقودون التغيير ولا يستمعون إلى أحد. شكرا لك. نحن مع الجميع لكن لا. نعم يا أخي عبد الله، شكرا لك. هذا ما قاله السيد الرئيس اليوم، قال إنه بالعبارة بلسان الدارج طاب جناننا، يعني بعبارة أخرى ليس هنالك مرحلة أخرى يحكم فيها هؤلاء الذين شاركوا في الثورة، بمعنى الذين يحملون شعار في الشرعية الثورية، خلاص انتهى وقتهم، الآن سنسلم المشعل للشباب، أما كيف فهذا مجهول. إضافة إلى ذلك فإنه سأل الشباب لماذا لا تفهمون أو لماذا لا تكرمون ثوابت الوطن، لماذا أنتم لا تعرفون ثوابت الوطن بعبارة أخرى. ولكن في الوقت نفسه نجد أن الكثير من المراقبين لاموا النظام نفسه، حيث أنه جهل جيلا من الشباب بهذه الثوابت. فلنعطي مثال، مصالح الحاج قالوا في الأول إنه خائن، ثم بعد ذلك أتوا وتكلموا عن سيرته وسموا عليه مطارا. ثم بعد ذلك بالنسبة لأحمد بن بلة كان رئيسا شرعيا، ثم قاموا بالانقلاب عليه في 19 جوان 65، ثم سموا ذلك الانقلاب بالتصحيح الثوري. ثم بعد ذلك بعد أن أفرجوا من السجن قاموا بمعاملته معاملة حسنة وأقاموا له جنازة كبيرة جدا. يعني بعبارة أخرى هذا تناقض كبير. فلماذا نلوم الشباب في عدم معرفة رموز البلاد؟